السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وتكون إن شاء الله سنة سعيدة علينا كلنا. في أخبار إن في خلال الشهور اللي إحنا فيها دي هنشوف الجيل الجديد من سوزوكي سويفت. إحنا اتكلمنا قبل كده مع بعض في فيديو وقلنا إن العربية اتقدمت عالميا، لكن الجديد إن العربية دي نزلت الخليج من فترة. فتعالوا بقى مع بعض نتعرف على المواصفات اللي العربية بتنزل بيها في الخليج اللي بنسبة كبيرة جدا هتتقدم بيها برضو عندنا، ونعرف برضو الأسعار اللي بتنزل بيها العربية في الخليج اللي بنسبة كبيرة جدا هيكون مالهاش علاقة خالص بالأسعار اللي هتنزل العربية بيها عندنا. اول حاجه لازم تعرف حضرتك ان تراث سويفت بقاله كتير جدا في السوق. التراث ده من 1983 مر بقى باربع اجيال، وده الجيل الخامس للعربيه اللي تبع علامه برضو قديمه جدا في السوق، وهي علامه سوزوكي اللي بقى لها 116 سنه في العالم. سوزوكي اول انتاج لعربيتها كان في 1909. سوزوكي سويفت من ساعه ما اتعملت وهي هاتشباك صغيره سيتي كار او ميني كار، بتتصنع في اليابان لكن بتتجمع في الهند، وموجوده في الخليج باربع فئات. اول فئه هي فئه الجي ال بلس، والفئه الثانيه بتكون دول تون منها او تو تون اللي هي بيكون فيها المرايات والسقف باللون الاسود غير لون العربيه. الفئه الثالثه بتكون الجي ال اكس، والفئه الرابعه بتكون برضو الدول تون او التو تون منها. اسعار الفئات اللي موجوده في الخليج يعني هنقول مثلا السعوديه الجي ال بلس موجوده بسعر 58,000 ريال، وتقدر تزود 250 ريال عشان تاخد التو تون منها، يعني ما يعادل تقريبا بالمصري 800,000 جنيه. اما الجي ال اكس بتكون موجوده بسعر 63,000 ريال، وتقدر تزود 200 ريال عشان تاخد الدول تون او التو تون منها، يعني برضو السعر تقريبا بالمصري 850,000 جنيه. ولو ركزنا في الاسعار دي هنعرف ان الاسعار دي قريبه جدا من اسعار الموديل اللي موجود حاليا في مصر من سوزوكي سويفت. العربيه موجوده حاليا الجيل اللي بينزل منها او الموديل اللي بينزل منها مصر بينزل بفئتين اسعارهم الرسميه 745,000 و765,000، وطبعا اسعارهم بالاوفر برايس ممكن يعدي 800,000. فهل بقى العربيه لما هتنزل بنفس السعر ده او قريب منه؟ بالتالي صعب. العربيه متوقع انها لما تيجي تنزل تكون في رينج 900,000 او ممكن كمان اعلى حاجه بسيطه. العربيه بتتقدم في الخليج بالموتور 3 سلندر 1200 سي سي تنفس طبيعي 80 حصان 111 نيوتن، متوصل بفتيس سي في تي. هوبا، سي في تي ليه كده يا سوزوكي؟ ليه فتيس سي في تي في عربيه سوزوكي؟ عربيه اقتصاديه بحته. بس عامه العربيه بالارقام دي برضو فيها حاجه حلوه جدا، وهي ايه؟ الاقتصاديه في استهلاك البنزين. نتكلم هنا في 5 لتر تقريبا لكل 100 كيلو، ما كانش كمان اقل حاجه بسيطه، ودي ميزه حلوه جدا في العربيه. وهنشوف برضو اداء السي في تي في عربيه زي دي ممكن يبقى عامل ازاي. ديزاين العربيه من ساعه ما نزلت وهي بالديزاين ده شيك جدا، صغيره هتقوطه كده في نفسها، بتنزل بتصميم رياضي، شبكه من الكروم مع فوانيس ليد، والمرايات بتكون باللون الاسود والسقف باللون الاسود برضو في الفئه التو تون، مع جنوط رياضيه بمقاس 15 بوصه، وكمان بصمه في الابواب، وكمان كاميرا خلفيه وحساسات ركن خلفيه. الانتريور بتاع العربيه شيك بصراحه، وفي تطعيمات من الجلد كده في بطن الابواب. وبالنسبه لفرش الكنبه والكراسي هتلاقيه من القماش او من الجلد حسب الفئه، مع شاشه تاتش 7 بوصه 9 بوصه في الفئه الاعلى. الشاشه هنا مقاسها كبير. الشاشه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، مع شاشه عداد شيك وكمان 4 سماعات. والاول مره هتلاقي اضواء محيطيه او امبيانت لايت في عربيه سوزوكي سويفت. يعني الانتريور بتاع العربيه من جوه مختلف عن الموديلات السابقه. وسائل الامان اللي بتتقدم بيها العربيه بره ونتمنى انها تنزل بيها هنا بيكون فيها 6 ايرباج. 6 ايرباج في عربيه هاتشباك صغيره، يعني ايرباج محيطه جوه العربيه، مع انظمه الفرامل الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، مع نظام المحافظه على الحراره المروريه ومساعده النقطه العمياء، كاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفيه، ستارت وستوب انجن او تشغيل المحرك بدون مفتاح، وكمان مراقبه ضغط الاطارات. وسائل امان قويه جدا وحلوه جدا في عربيه هاتشباك، ويا رب تنزل مصر بالوسائل الامان دي. من خلال اللي سمعناه وشفناه عن مواصفات العربيه، فالعربيه متغيره خالص عن السويفت اللي نعرفها. الفتيس السي في تي لاول مره في عربيه سوزوكي يعتبر، لان يا جماعه الفتيس السي في تي ما لقوش اصلا في عربيات سوزوكي، مش عارف ليه ما حطوه في عربيه سوزوكي بصراحه، لان كمان سوزوكي اصلا بتعمل حركات غريبه جدا في الفتايس. شفنا قبل كده الفتيس الاي جي اس والفتيس الاي ام تي اللي هو لا منه مانوال ولا منه اوتوماتيك. مش عارف ليه سوزوكي ما بتحطش فتيس اوتوماتيك عادي ويخلصوا بصراحه. كمان الانتيريور اشيك، وكمان الفيوتشرز اللي جوه العربيه او الامكانيات اللي جوه العربيه مميزه جدا وحلوه. شاشه كبيره مع الفرش الشيك، وكمان الكراسي الرياضيه. والنقطه الاهم من ده كله عوامل الامان والسلامه. بنتكلم في 6 ايرباج مع انظمه فرامل، مع كمان الاي اس بي اللي مش موجود في عربيات كتير جدا في مصر. يعني في عربيات اس يو في بتلاقي فيها 2 ايرباج بس، يعني شيري تيجو 3 نازله ب 2 ايرباج، في عربيات ثانيه برده نازله ب 4 ايرباج بس. لكن 6 ايرباج على عربيه هاتشباك صغيره رقم كويس جدا ومهم جدا ومحترم جدا. الاي اس بي برده مش موجود في عربيات كتير جدا في السوق. فالعربيه فيها امكانيات حلوه وعوامل امان وسلامه حلوه، وهتفضل سوزوكي سويفت مناسبه اكتر لشاب عايز عربيه صغيره او عيله برضو احجامهم صغيره، لان طبعا العربيه دي مش هينفع حتى الاحجام العاديه او بنوته. عامه الايام الجايه هتورينا العربيه هتنزل امتى بالظبط، وهتنزل بسعر كام في سوق السيارات المصري اللي اسعاره كلها مجنونه.
بس كده، ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتش دوس سبسكرايب. نقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.